زي الفل كده يا جماعه صلواتها. الحاجه ام علي بتعمل فطير مشلتت، يعني الفطير البلدي الاصيل بتاع زمان بالقشطه، السمنه البلدي، حاجه على اصولها بتاعت زمان، يعني بترجعنا للزمن الجميل. انا جاي لها على فكره من الغردقه وعن السمعه، اكلها حلو زي ما انتم شايفين كده، حاجه بلدي. تعالوا هنشوف مع بعض بتعملوا ازاي ونتكلم معاها شويه كده بذكر الله والصلاه على حبيب النبي. نبدا الحديث. ازيك يا ام علي؟ منوره. بص للناس كده وقول لهم صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. افضل الصلاه والسلام. احنا عايزين بقى نعرف انت بتعملي الفطير الحلو ده ازاي، زي بتاع زمان اللي احنا عارفينه واحنا صغيرين. تمام. العجينه بتاعتك الاولانيه بتعمليها ازاي بقى؟ العجينه العجينه اللي هي دي دي بتعملي عادي، ملح وسكر وقمع، ذره ملح وذره سكر و يعني سكر وملح وميه ودقيق عادي في البيت. اي دقيق يعني، الدقيق اللي هو الناعم. ايوه تمام. والسمنه بقى اهي تبان على جنب. ايوه السمنه البلدي. طيب انت زبده فلاحه انت بتعجبك علشان اللي هو تعبان يجري ياخد السكه ويجري. بقى فيه قوه. قوه. اللهم صل على. طيب انا بحب الحاجه دي. طيب لو صرف النظر عن اي حاجه لازم نديها حقها وزياده، ربنا شاهد وكيل عليها. سمنه وقشطه. طيب العجينه لو انا هعجنها في البيت مثلا، او حد هيعجنها على طريقتك في البيت، بنعجنها عادي ونسيبها قد ايه؟ نسيبها 10 دقايق. اسيبها 10 دقايق وبعد كده تشغليها كده. طب يلا كده واحنا شغالين اعمل لنا واحده كده على عيني. هنشوف فطير ام علي وناكل احلى فطير النهارده. منين يا جماعه؟ خالتك ام علي الست العسل دي، ربنا يحفظها ويحفظ بها اولادها، من بلطيم. بلطيم تنزل مركز بلطيم عند اسمه ايه العنوان؟ العنوان كافيتيريا الاستاذ محمد غداي قصاد المركز الطبي الحضري. عند المركز الطبي الحضري هتنزل هتلاقيها موجوده، قاعده كده ببساطه بشياكه بحاجه حلوه، بتعمل الفطير على ايديها. خلي بالكم احنا صورنا قبل كده في محلات بس ما عجبنيش الفطير. في بعض المحلات عجبني فيها الفطير بتاعها، ولكن انك تاكل فطير بلدي بالطريقه الحلوه دي حاجه نادره الايام دي على فكره. استمتعوا معايا بشكل الفطير الحلو. الجبنه القديمه يا جماعه، خلوا بالكم بقى، انا عايز القشطه دي. انا من عشاق القشطه، استحملونا شويه يا جماعه، بس احنا عايزين نصور كل حاجه بالتفصيل. دي القشطه اهي، القشطه البلدي والجبنه بقى. الله، عايزاكم تدوقوا كده. في فطير على البطاله وفي رقاق، خلي بالك. فين الرقاق؟ اهو طيب رقاق فلاحي. هاتي كده، هاتي الرقاق اللي عندك دي كده، تعجبني كده اهو في قلب الكيس. الرقاق ده في رقاق اهو، يا حلاوه يا حلاوه. الله، تعالى كده. طبعا انت بتفرديها وتطبقيها بالسمنه، بتغرقها سمنه يا جماعه، خلي بالكم سمنه بلدي سايحه. وده الرقاق بقى يا عيني، ده فلاحي. ده الرقاق الفلاح اهو اللي احنا كنا بندور عليه. قشطه دوقوا عشان يبقى عيش وملح. عيش وملح طبعا، ده شرف ليه. انا اللي زدني شرف ليكم. يا عيني يا عيني. الف صحه وعافيه. انت حطيتي واحده داخل واحده. يعني طبقتي وحطيتي واحده داخل واحده. علشان الكبيره، القطعه الكبيره عشان تفردها مره واحده اكيد هتتطرب منها. صح كده. هيدخل لها طبعا. ده شغل غير المحلات اللي احنا عملناها قبل كده. ده احنا بنصور حاجه كانك قاعد في بيتك الفلاحي في وسط الزرع بتعمل، والفرن البلدي والحاجه مش محتاجه كده. طعم الرقاق حاجه. الف صحه. طيب نكمل تصوير وبعد كده هناكل بقى ونشوف شكل الفطير في الاخر. على ما نجهز الفطير ونفرد لبعض، نخلص بس الموضوع ده كده وهنفرده مع بعض ونرجع تاني. انت عملت حاجه في الصينيه دلوقتي دخلتها لايه؟ الفرن صح؟ ليه بقى؟ تصبر. طيب ايه الفايده ان انا اسخنها مثلا؟ علشان تثبت كده وانا بفردها تثبت. عشان الفطيره ما تلمش.
اهدنا الصراط المستقيم. آمين. آمين. الله أكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. سامحني واغفر لي يا أرحم الراحمين يا رب. الله أكبر، لا إله إلا أنت. صور وعمرو أديب اللي هم الناس اللي هم شغالين معاه. هم هنا في عربية كبيرة. أحمر لكم شوية عن كده. حمر. هتعرف النورنا كده؟ هتعرف النورنا. استنى يا حاج، خلي دلوقتي، شيلها دلوقتي. بصوا كده يا جماعه، شايفين؟ ده فطير ام علي. ده الفطير بقى اللي انا بدور عليه، والله العظيم ما بجامل. ده الفطير اللي انا كنت باكله زمان وبقالي فتره طويله بدور عليه. هو ده الشكل اللي انا بدور عليه اهو. شايفين الفطير عامل ازاي؟ اهو بص بص بص، السمنه البلدي وريحتها يا جماعه، والله العظيم ما اقولكمش على جمالها. اهو من ام علي، شايفين؟ هو ده الفطير. تسلم ايدك. تسلم. والله العظيم حاجه زي الفل. وانا اتشرفت بيك النهارده. أنا اللي يزيدني شرف. وطبعا انا هاكل وهقول طبعا رايي، وان شاء الله اكيد هتبقى حلوه يا جماعه. ام علي احلى واجمل فطير بلدي مشلتت بتاع زمان بالسمنه البلدي. الرقاب بص بص بص، شايفين؟ بص كده، بص 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 بص، هو ده الفطير بقى. شايفين فقاقيع دي الحاجات الحلوه اللي فيه. ألف هنا. يلا ان شاء الله باذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، اللي عشان خاطر ام علي حطوا لها لايك كده، اللي اعجب بيها حطوا لها لايك، وعايز رايكم في التعليقات، وشجعوها كده بالصلاه على الحبيب النبي وذكر الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه والمتابعه. انتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا ام علي.